وبين الأحزاب. الشباب يمتلكون رؤية، يمتلكون وجهة نظر. أنا الذي يهمني في الموضوع هو أن هذه الرؤية ينبغي أن تترجم، لأنه إن بقيت هكذا بشكل عفوي ستستغل، وهذا حدث في 20 فبراير. مواقف كانت في الشارع لشباب، لاحقا جاءت بعض الأحزاب واستغلت شعارات الشارع ووصلت إلى الحكومة، وهذا هو المسار الوحيد الموجود. دكتور عبد الفتاح، هذا المسار ليس إيجابيا على طول الخط. المشاهد الآن من بعض المدن المغربية أصبحت تشبه صور الانتفاضة الفلسطينية في 2000 وما قبلها. كيف تريد حكومة أخنوش أو هل تستطيع حكومة أخنوش قلب هذه الصورة التي أصبحت تطبع سمعة المغرب بعد كل التراكمات الإيجابية التي حققها المغرب، ورغم كل الحديث عن إنجازات كثيرة تحققت في المغرب خلال السنوات الماضية؟ الآن الذي حصل انزلاق. هذه انزلاقات الآن حصلت، وأتصور أنه يعني وجهة النظر التي يمثلها الأخ مهدي والتي يمثلها يعني العدد الأكبر من الشباب الذين خرجوا في المظاهرات هم ضد هذه الانزلاقات. يعني لا أتصور أن الأخ مهدي يتبنى هذا التصور، أن مسألة العنف في معالجة المسائل. هذه الانزلاقات العنيفة هي ضارة وغير صحية. حكومة عزيز أخنوش تحدى يعني لا يعني لن نكرر الكلام. حكومة عزيز أخنوش عاجزة حتى قبل أن تحصل هذه يعني المسائل أو هذه المشاكل، لأن عجزها عجز ذاتي مرتبط أولا بالطريقة التي فهموا بها إدارة الشؤون العامة. يعني أما الصلاحيات الدستورية يعني المهام المنوطة بهذه الحكومة أو بأي حكومة في السياق الدستوري المغربي تعطيها الكثير من الفرص. لا يمكن أن نتحدث عن وزير يدبر المليارات في قطاعه ونقول أنه لا يمتلك الأدوات أو أن يده مغلولة أو أنه لا يمكن. لا، المشكل في ترتيب الأولويات، في الطريقة التي تدار بها الأمور، المشكل في طريقة التواصل. أحيانا كلمة من وزير قد تشعل مشكلة. وهذا حصل. يعني هذا المشكل أساسا هو بسبب مشكلة تواصلية. يبدو هناك، وأريد تعليقا منك يعني ربما دكتور عبد الفتاح، هناك هذا العجز مصحوب أيضا بارتباك داخل أحزاب الائتلاف. أصوات من داخل أحزاب الحكومة بقيادة عبد العزيز أخنوش مثل فاطمة الزهراء المنصوري القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة كما تعلم، اعتبرت احتجاجات جيل زد ديمقراطية. هل بدأت رحلة القفز من قارب الائتلاف الحكومي بزعامة أخنوش من وجهة نظرك؟ هي الأحزاب التي تكون دائما موجودة في الأغلبية الحكومية هي تكون في الحكومة وتفكر بمنطق الانتخابات، لأنها تنافس حتى بعضها البعض في يعني السباق المقبل. وبالتالي بالنسبة للأحزاب حينما تحدث مثل هذه المشاكل تبحث عن الطريقة التي يمكن أن تتفاعل بها معها لتستثمرها في المسار الانتخابي المقبل، لأنه كما قلت كل ما يحدث سيصرف في يعني المسار الانتخابي في النهاية. يعني العملة التي نتداول بها السياسة في الدول وتصنع بها السياسات العامة هي هذه العملية الانتخابية والعملية السياسية والصراع السياسي والتناكف السياسي. إذن الذي أنا أهيب يعني بالشباب الذين يعني يمتلكون، وأنا لمست من الأخ مهدي أو من غيره ممن استمعت إليهم، هناك وعي فعلا وحتى إيمان بفكرة الدولة وبفكرة المؤسسة وبفكرة المرفق العام وبفكرة العدالة الاجتماعية يعني والدولة الاجتماعية. الشباب يعني يعرفون جيدا ما الذي يطالبون به، ولذلك ينبغي التفكير في أنه هذه النخب الموجودة داخل هذه الأحزاب هي نخب يعني أثبتت فشلها، تكلسها، عجزها، حتى التي توجد في المعارضة. بالمناسبة أنا نتحدث عن الحكومة والمعارضة. الأحزاب كلها الآن مشكلتها مع القيادات، التنافس على يعني الزعامات المتكلسة التي تريد أن تأتي لتبقى إلى الأبد. هذا مشكل موجود داخل هذه الأحزاب. أصوات الشباب داخل الأحزاب لا يستمع إليها. يعني الجيل زيد موجود في الأحزاب، هذا جيل زيد موجود في الأحزاب لا يستمع إليه، وهو يتقاطع مع أصوات الجيل زيد الذي عاد إلينا. وربما في بعض الأحزاب هناك شباب من الأحزاب نزلوا إلى الشارع أيضا. هنا قد عاد إلينا مهدي سابق بعد انقطاع في التواصل معه. مهدي، أرحب بك مجددا. بيان لوزارة الداخلية اليوم تحدث عن إصابة 263 جريحا من قوات الأمن في الاحتجاجات مقابل 23 فقط من المتظاهرين. من يمارس العنف ضد من؟ إذا كنا نتحدث عن هذا البلاغ الذي أشرت إليه والذي يتحدث عن إصابات إلى آخره،
فأنا أقول يعني بكل صدق الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية تتحمل مسؤوليتها. إذا كانت رغبتها هي السلم والحفاظ على الأمن واستقرار البلاد فليس بهذا الشكل. وقعت تعنيفات يعني متبادلة ما بين القوات العمومية وما بين الشباب، لكن هذه التعنيفات تتحمل مسؤوليتها ثلاث جهات بهذا المعنى: الأجهزة الأمنية، وإن كانت وزارة الداخلية من جهة أخرى لأنها أصدرت كما كبيرا من المنع. يعني في كل مدينة كان هناك منع، وكانت هناك احتكاكات، وكانت هناك أجهزة أمنية تقمع وتمارس العنف، وكان العنف متبادل. لكن هناك مغالطة تتم أمام الرأي العام. ما يقع ليس عنف اتجاه مؤسسات الدولة. الشباب، شباب جيل زاد، لم يعنفوا المحاكم، لم يمارسوا تخريب المحاكم ولا مؤسسات الدولة ولا مؤسسات الأمن ولا مؤسسات الدرك ولا مؤسسات الدولة. ما خربوه هو تخريب وليس تعنيف أو مواجهات من هذا القبيل. هذا تخريب لمحلات خاصة. في إنزكان وأي تعميرة سرق الشباب مثلا، كأن نقول أن هناك من يروج لأن الشباب سرقوا الذهب وسرقوا صيدليات ثم أحرقوا أمورا أخرى. نعم. هذا جزء من الأسباب التي أخرجت هؤلاء الشباب. في أمريكا حينما رأينا ثورة الجياع رأينا رجال ونساء في أمريكا يسرقون السندويتشات ويسرقون الأحذية ويسرقون الماركات. صحيح. ولكن المغرب كان جد متقدما، وهذا الشباب كان جد متقدم في احتجاجاته. وما وقع قد يكون انفلاتات أسبابها يعني تبادل العنف. لكن لنوضح للرأي العام، ولكن لابد قبل أن نوضح للرأي العام ما وقع من تخريبات شملت مثلا التجاري وفا بنك أو مؤسسات بنكية أو البوسطة إلى آخره، البريد بنك، يعني هذه كانت تخريبات وكانت من دافع الخصاص ومن دافع أسباب الاحتجاج، ويمكن التعامل معها على سوسيولوجيا ونفسيا بحكم احتجاجات الشباب.